علي جبر لعيب بطيء، عندك طارق حامد لعيب بطيء، عندك معروف يوسف لعيب بطيء، عندك حسام باولو لعيب بطيء، عندك ابراهيم صلاح لعيب بطيء. لعيب بطيء ده مش عيب على فكره. ابو تريكه كان لعيب بطيء، ابو تريكه لعيب بطيء لكن لعيب كبير. لكن تكوين فرقه ممكن يكون عندك واحد بطيء بيلعب، وواحد سريع، واحد قوي، واحد شويط، واحد بيلعب بدماغه، واحد بيلعب على الوينج، واحد بيعمل اوفر. تكوين فريق، بتكون فرقه بيبقى لها شخصيه في الملعب. لكن هتجيب خمسه بطاء. وعلى فكره البطء لا تستطيع بالتدريب ان انت تخليه سريع. يعني لاعب كره القدم البطيء بطيء، البطيء بطيء، لكن تقدر بالتدريب تزود نسب التحمل عند اللاعب. يعني يتحمل، ترفع من لياقته البدنيه. لكن لا تستطيع اللعيب بيتولد لا سريع صح، لا مش سريع، لا نص سرعه لا سرعه. يعني خالد بيبو مثلا كان من اسرع لعيبه مصر. خالد بيبو ده اتولد سريع. تمام. محمد صلاح بيسموه بره من اسرع اللعيبه في العالم. اتولد سريع، ده ما اكتسبهاش بالتدريب. فما تيجي تحط 5 6 لعيبه بطاء، وتيجي الاهلي يتقدم، وتيجي تقول اللعيبه البطاء دول تحولوا من الدفاع للهجوم. اما تيجي تتحول من دفاع لهجوم يا استاذ احمد بيتطلب سرعه في الاداء طبعا. فانت ما عندكش سرعه في الاداء. فما يكون في بطء في الاداء تلاقي سهوله عوده تمركز لعيبه الاهلي. يعني انت لما بيبقى في سرعه تك 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 ما بتلحقش لعيب الاهلي، كان تمركز خاطئ فبالسرعه بتوديه ما بيعرفش ده التمركز بقى دي خلاص تك تك جول. لكن انت في بطء في نص الملعب وعدم التحول السريع من الدفاع للهجوم بيدي فرصه للخصم انه يتمركز ويرجع في مكانه وما يكونش فيه اخطاء في التمركز، وبالتالي يكون في صعوبه في الوصول للمرمى. لكن في المقابل برضه البطء كان عامل مهم جدا ان الزمالك يكون عنده تمركز خاطئ. ده في كوره كارثيه يمكن ما حدش ركز معاها. في كوره الزمالك كوره اوت اتلعبت بسرعه اللي ما اعرفش ان الراجل كان هيديها انفراد كأن مفيش تمركز. فاكرها دي؟ صلاح اللي طلعها الحارس. كأن مفيش تمركز في الملعب ولا الناس بتفكر ولا مركزين. تخيل اوت واحد فاضي فبيديها له فيدي الواحد فاضي يروح انفراد. ايه ده؟ تمركز من اوت. فطبعا مفيش شخصيه. هو النهارده نقدر نقول يا كابتن خالد ان فوز مستحق للنادي الاهلي. طبعا. الزمالك بلا هويه، بلا فكر، بلا تدريب، بلا خطه. كان فعلا مفتقد كل حاجه جوه الملعب. انا حسيت لعيبه الزمالك وهي بتلعب تايهه يا كابتن خالد. مفيش لعيبه، مفيش فكر. انا مش عارف مش ده يعني. هل حسام باولو لعيب مش حريف ولا يستطيع انه يستلم تحت ضغط ومش سريع كمان، فبالتالي بينتظر الكره تيجي من هنا يحطها جول، الكره دي يجي يحطها جول، الكره دي هنا يمد رجله ويشوطها، الكره تجي له ويحملها بشماله جول كده. لكن يستلم. تعالوا بقى شوف الناحيه الثانيه جونيور اجاييه وحش يقف كده، كره تجيله محمود حمدي يتعلق في رقبته، علي جبر ينط عليه حاططها لعيبها الوليد، حاططها ما اعرفش اعملها كده لعيب. لكن لعيب محطه، ده اللي اسمه محطه، راس حربه محطه، يستطيع انه يستلم تحت ضغط، يستنى اللعيبه تجيله، يعمل باصات يمين وشمال. لكن اللي حصل النهارده لعيبه لا تستطيع. وهنا بقى اللي بنتكلم فيه شخصيه البطل، شخصيه الفريق. الفريق ما يكون فريق قوي، فريق بطل، حتى وهو وحش بيبقى له شخصيه في الملعب، حتى وهو وحش بيبقى في تمركز سليم في الملعب، ينتقص خبرات، ينتقص لعيبه خايفه من النادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن استحق الفوز، لكن النادي الاهلي على ارض الواقع مش واقف على رجليه برضه. لكن النادي الاهلي وهو مش واقف على رجليه لاعب فريق ملوش رجلين خالص. بتكلم جد والله. هو مش واقف على رجليه لكن لاعب فريق ماتش النهارده ملوش رجلين خالص، وبالتالي هو بيلعب. اول مره اشوف الزمالك في الحاله دي. لا ليه؟ ماتش اهلي طرابلس كان اسوأ من كده. ماتش اهلي طرابلس بس كان الناس قالت ايه بيلعب 10 وما اعرفش ايه، كان اسوأ من كده. وما بالعكس والله كابتن كان في على الاقل في اهلي طرابلس كان في روح وكان في لعب اكتر بكتير. انت فاكر ماتش طلائع الجيش اللي هو الاخير ده؟ مش انا قلت لك مش مقياس؟ طبعا قلت لك ولا مش انا مقياس؟ فاهم انا انت الناس ابتدت تفرح وايه ده والزمالك ورجع وده وبقى لا بص، ربنا سبحانه وتعالى بيدي بني ادم امكانيات ومواهب. الامكانيات والمواهب ما تقدرش في يوم وليله كده تتغير.
بعد كده تكوين فرقه يا استاذ أحمد. يعني ايه تكوين فرقه؟ يعني تكوين فرقه يعني مين الباك رايت اللي يلعب؟ مين السردباكين اللي يلعبوا مع بعض ينفعوا يلعبوا مع بعض؟ مين الديفندر اللي بيقطع ومين الديفندر اللي بيزيد؟ مين الديفندر اللي بيبقى صانع العاب ومين الراس حربه الصندوق ومين الراس حربه الساقط؟ مين اللعيب القوي بدنيا وسرعه يستطيع انه يلعب على الباك رايت والباك ليفت؟ بتكون فريق لكن تكوين فريق نادي الزمالك مع مجموعه اللعيبه اللي عندها بطء في الاداء وبطء في سرعه التحول من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع، دي بيخلي فريق نادي الزمالك فريق ضعيف. السنه دي فريق ضعيف، وده مش كلام. ما ينفعش نادي الزمالك يتغلب 5-6 ماتشات ورا بعض في الدوري يعني متتاليه. اتغلب من الاهلي، اتغلب من الانتاج، واتغلب من سموحه، واتغلب من الشرقيه، واتغلب من المقصه، واتغلب من نيجيريا هناك الماتش في دور ال 32، اتغلب 2-1 وكان الناس خايفه ومرعوبه يجي الثالث ولا الرابع. اتحاد العاصمه. لا، في حاجه غلط. الميزه الوحيده بقى يا كابتن خالد في هزيمه الزمالك النهارده هي ان انت ما تعادلتش او ما فزتش فوز خادع لنفسك ولجماهيرك زي فوزك على طلائع الجيش. ماتش النهارده بعتقد الفائده الوحيده اللي بتعود على نادي الزمالك هو ان المدير الفني تم كشف امكانياته من خلال هذا اللقاء. لازم يمشي. ما اعرفش يعني لازم يمشي. مداخله. اتفضل استاذ فهد، ازي حضرتك؟ الو. السلام عليكم. استاذ احمد. ازيك يا فندم؟ ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. يا رب تكون بخير وهارد لك. مبروك يا استاذ فهد. انت اللي بخير اهو، اليوم مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا كابتن عزت. هارد لك كابتن عزت، وهارد لك احمد بيه، وهارد لك كابتن خالد. ليه احنا ما لعبناش اصلا؟ لا هو على فكره يا كابتن خالد انا عايز اقول لك حاجه يعني. اتفضل. هو بالفعل النهارده الاهلي لعب اسهل ماتش له في الدوري. والله، وبامانه الله انا مقدر احساسك وانفعالك يا كابتن خالد، وانا عايز اضم صوتي لصوتك ان بالفعل نادي الزمالك مشكلته طوال تاريخه الاداره. تمام يعني لا انا بس يعني هي الاداره ليها جزء مهم، ولكن اللاعبين داخل ارض الملعب. لا، ما هو الاداره يا كابتن خالد هي اللي وصلت اللاعبين للمستوى ده. معلش يعني احنا يعني بلاش بقى نخاف بقى من المستشار مرتضى منصور. احنا بنقول كلمه حق يعني. انا راجل اهلاوي وبعشق النادي الاهلي. انا النهارده اقسم بالله انا متراهن النهارده ان الاهلي المفروض يكسب 4 أو 5. النهارده اسهل ماتش للاهلي في الدوري. انت راضي عن اداء الاهلي النهارده يا استاذ فهد؟ راضي جدا جدا جدا. راضي عن اداء الاهلي؟ لا طبعا راضي عن الاهلي تماما. هو عايز اقول حاجه. الاهلي كويس، مش وحش يعني. الاهلي النهارده عمل تكتيك حلو خالص. بس اختلف معاك يا استاذ فهد شويه. ضعف نادي الزمالك خلى النادي الاهلي كويس، لان النادي الاهلي برضه مش كويس من وجهه نظري حتى على مستوى اللياقه البدنيه، وده اللي هنشوفه في البطوله العربيه. يا كابتن خالد الزمالك الماتش كله ما عملش غير هجمه. صحيح، هجمه واحده بس. صحيح، كان بيلعب في نص الملعب. ده دليل على كلام كابتن خالد صح. طيب ما انا طب يعني انتوا عايزين ايه يعني؟ احنا عايزين نقول مليون مبروك للاهلي والاهلاويه. ما ينفعش كده يعني. اشكرك. الاهلي كان حلو وجامد النهارده وزي الفل. خلاص انت شكرا يا استاذ فهد، شكرا، مبروك للنادي الاهلي. شكرا. هو برضه الناس لازم تفرح بناديها. لا انت عارف بتكلم كوره. الاهلي الزمالك وحش قوي. الاهلي مش على ارض الواقع اللعيبه برضه مش شايله رجليها، وده برضه بسبب ان انت عندك مستوى اللياقه البدنيه والاجهاد موجود. انت عارف لعيبه الاهلي بعد ما خدوا الدوري اتعادلوا 4 مرات. معناها كده ان هو حتى على مستوى المباريات العاديه حصل له تشبع. خلاص الموضوع انتهى. جه ماتش الزمالك عشان الزمالك وحش كسب. يعني ماتشات النادي الاهلي النهارده تحس ان هو برضه مش عايز يكسب. النادي الاهلي يعني فاهم قصدي، لكن الماتش سهل بس عنده ظروف. حتى الاثنين الاساسيين اللي بيلعبوا مساكين مش موجودين. احمد حجازي موجود، سعد سمير طلع بعد وقت، وما حسيناش ان الاهلي دفاعه بقى فيه مشكله لان ما فيش ضغط من نادي الزمالك. بص، في لعيبه كده تفرق يعني. في لعيبه تفرق، السردباكات ما تفرقش.